ولادنا وبناتنا اللي بيدرسوا أونلاين، أنا عارف إنك فاهم كويس إن الأونلاين أفضل من الأوفلاين، فتعالَ خلّيك توصل لأعلى استفادة من دراستك وأنت في مكانك. دايمًا بتقابلك مشكلة السرحان وعدم التركيز أثناء الحصة، عشان كده تقدر تحل المشكلة دي إنك تسمع الفيديو دوّة وتركّز مع الشرح اللي أنا هاقوله لك، ويمكن الخطوات دي تعتبر خطوات مهمة هتوصل بيك إنك تحقق أعلى أداء في المحاضرة الأونلاين، وده هيساهم بشكل إيجابي على مذاكرتك وعلى استفادتك أثناء الحصة. لازم المكان اللي أنت بتاخد فيه المحاضرة الأونلاين يكون مكان هادي، مش بس كده، لازم تبقى قاعد على مكتب أو ترابيزة عليها أدواتك، والأدوات دي يمكن أهمها هي الورقة والقلم. بعيدًا عن الورقة والقلم أنت مش هتعرف تشتغل بشكل قوي ولا تحقق أعلى أداء من المحاضرة. هتبدأ تقسّم المحاضرة أو تقسّم الsession اللي أنت بتاخدها لأجزاء عن طريق ملاحظات أو notes كده بتسجلها مع نفسك، سواء بقى المحاضرة دي كانت ساعة أو ساعتين أو 3، مش هيفرق إن عدد الملاحظات اللي أنت هتكتبها هو ده اللي هيقسّم لك المحاضرة وهيساعدك إنك ما تسرحش تمامًا أثناء الحصة. مجرد ما تنتهي الحصة ابدأ راجع النوتس اللي انت اوريدي سجلتها من المحاضرة على طول بعد المحاضرة على طول، وبعديها ب 24 ساعة ابدأ راجع الفيديو ريكورد بتاع السيشن تاني. وانس انك رجعت الفيديو ريكورد هتركز على بعض النقط اللي انت فعلا محتاج ان انت تراجعها بشكل كويس، وبالتالي ده هيساهم بشكل كبير ان يعلي من ادائك في المادة نفسها. وبالتالي اعتقد دي اعلى استفادة ممكن تقدر تحصل عليها عن طريق انك تركز جدا جدا في محاضرة الأونلاين على بعض النصايح البسيطة أوي اللي أنا قُلتها، وبالتوفيق طبعًا لكل ولادنا وبناتنا، وإن شاء الله مزيدًا من النجاح والتفوق بإذن الله.